في عام 1653 في قرية سالم كانت الشابة وينفريد تسرع عائدة إلى المنزل تدفع كل من يعترض طريقها. وعندما وصلت وجدت شقيقتيها ماري وسارة اللتين أعدتا لها جيلي خاصا بمناسبة عيد ميلادها. ومع ذلك كانت الفتاة غاضبة لأن القصة قرروا أنها يجب أن تتزوج من جون بريتشت وهو شاب من القرية. رفضت وينفريد لأنها لا تريد أن تنفصل عن شقيقتيها، وحاولت التخفيف عنها بإهدائها عنكبوتا نادرا وجداه في الحقل. فرحت الفتاة بالهدية، لكن القس ذهب إلى بيت الأخوات برفقة أهل القرية وطالب بأن تتزوج وينفريد من جون وتطيع قوانين سالم، لكنها رفضت مرة أخرى. وبسبب ذلك أعلن القس أن وينفريد مطرودة من سالم وأن شقيقتيها ستتم تربيتهما على يد عائلة سميث. ثم أمر بأخذ ماري وسارة، لكنه رأى العنكبوت الخاص بوينفريد يمشي على ذراعه فبدأ يصرخ من الرعب. اندلع الارتباك في القرية، فاستغلت الأخوات الثلاث الفرصة للهرب وركضن نحو الغابة المحرمة. هناك سمعا صوتا جميلا يغني من بعيد، وفجأة ظهر نسر يطير نحوهن، وسرعان ما تحول الطائر إلى ساحرة. أمسكت بسارة من عنقها وحاولت إجبارها على شرب جرعة سحرية، لكن وينفريد أسرعت لإنقاذ شقيقتها ودفعت الساحرة بعيدا، فأعجبت الأخيرة بشجاعة الفتاة، ثم عرفت نفسها بأنها الأم الساحرة التي تعيش في الغابة المحرمة، المكان المقدس لساحرات سالم. ورأت في الفتيات إمكانات كبيرة، فأعطتهن كتابها الخاص بالتعاويذ ليصبحن ساحرات قويات في المستقبل. ومع ذلك هناك تعويذة تعرف باسم ماجيكي ماكسيما قادرة على جعل الساحرة قوية للغاية، لكنها محرمة. وعدت وينفريد بعدم تنفيذ هذه التعويذة، وغادرت الأم الساحرة تاركة الكتاب مع الأخوات الثلاث. وبعد دقائق عدنا إلى القرية وبدأن يقلبن صفحات الكتاب حتى وجدنا تعويذة تسمى تعويذة الدخان واللهب. قررنا اختبارها وتلاوة التعويذة أمام بيت القس الذي بدأ يحترق، ومن هنا بدأت الأخوات رحلتهن ليصبحن أقوى ساحرات في العالم. في الوقت الحاضر أصبحت سالم مدينة أمريكية عادية حيث تعيش صديقتان إيزي وبيكا. وصلتا لتو المدرسة، وكانت إيزي متحمسة للاحتفال بعيد ميلاد بيكا في ليلة الهالوين. فمنذ الطفولة اعتادت الفتاتان مع صديقتهما كاسي على الاحتفال بهذا اليوم بماراثون أفلام الرعب. ومع ذلك ومنذ أن بدأت كاسي بمواعدة مايك بدأت تبتعد عن صديقاتها. أثناء حصة العلوم قررت بيكا أن تمزح مع مايك، فتبدأ بتلاوة كلمات وكأنها تلقي تعويذة عليه. يغضب الفتى وتبدأ مشادة بينهما، مما يدفع المعلم لإيقاف الدرس وسؤالهم عمن يحدث. وبدلا من الدفاع عن بيكا تقف كاسي في صف صديقها، فيتم إرسال بيكا إلى مكتب المدير. وبعد أن وبخها المدير التقت بيكا بإيزي وقررتا معا عدم دعوة كاسي إلى ماراثون الأفلام. وقبل العودة إلى المنزل ذهبتا لتفقد مهرجان الهالوين، حيث قابلتا السيد تراك عمدة سالم ووالد كاسي. كان سعيدا برؤية الفتاتين وطلب مساعدتهما في توزيع منشورات حملته الانتخابية لإعادة انتخابه. وافقتا وأخذتا المنشورات إلى متجر سحري حيث كان صاحبه جيلبرت يقدم عرضا عن أسطورة الأخوات ساندرسون. تقول القصة إن وينفريد وماري وسارة أصبحن ساحرات عظيمات بعد أن وجدن كتاب التعاويذ. ومع مرور السنين وفي إحدى الليالي اتهمن بالقضاء على فتاة وتم إعدامهن في الساحة العامة. ومع ذلك ألقين لعنة، فإذا أشعلت شمعة اللهب الأسود في ليلة الهالوين ستعود الأخوات لتطارد سالم من جديد. قبل 29 عاما تمكن بالفعل من العودة من العالم الآخر، ويظهر جيلبرت الشمعة التي استخدمت لإحيائهن. وبعد العرض التقى جيلبرت ببيكا، وعندما علم أنها على وشك أن تبلغ 16 أهداها شمعة خاصة كهدية، وقال إن هذه الشمعة ستحميها من الأرواح الشريرة، كما أعطاها أوراق أنجليكا التي تستخدم لكسر اللعنات. شكرت بيكا على الهدية وذهبت مع إيزي لبدء الاحتفالات، لكن الفتاة طلبت التوقف أولا عند غابة سالم. هناك خطرت لإيزي فكرة تقليد طقس ساحرات لجعل الهالوين أكثر متعة، فوافقت بيكا. بدأتها الطقس وأشعلت الشمعة، لكن ظهر لهب أسود تماما كما في أسطورة الأخوات ساندرسون. وبعدها مباشرة بدأت الغابة كلها تهتز وانشقت الأرض عن صدى ضخم، ومن داخله خرجت الأخوات ساندرسون مستعدات لمطاردة سالم من جديد. وعندما أدركتا أنهما خدعتا من قبل جيلبرت حاولت بيكا وإيزي الهرب، لكن سارة ظهرت أمامهما وقالت إن الساحرات جائعات من أجل لحم طازج. حاولت بيكا التغطية على الأمر، فقالت إنها من أكبر معجبات الساحرات ولهذا السبب أعدتهن. وأضافت أن الساحرات لم يعدن بحاجة إلى مطاردة ضحايا لإلقاء تعاويذهن، إذ يمكنهن العثور على الجرعات والسحر في المتاجر المنتشرة في سالم. انبهرنا الساحرات بالفكرة وأمرنا الفتاتين بأخذهن إلى أحد هذه المتاجر. وبلا خيار آخر ذهبت إيزي وبيكا إلى المدينة ودخلنا متجرا لمستلزمات التجميل. وفي الداخل واصلت بيكا التظاهر وأخبرت الأخوات الثلاث أن يذهبن إلى نهاية الممرحيث ستجدن الجرعات السحرية. ذهبت الساحرات إلى هناك، وبما أنهن لا يعرفن شيئا عن تلك المنتجات بدأن يشربن المستحضرات والكريمات وحتى العطور من المتجر، ومع ذلك لم يشعرن بأي تأثير سحري.
وعندما وجدنا إحدى الموظفات طالبت وينفريد بمعرفة ما إذا كان هناك أي جرعات سحرية في المتجر. وبعد اكتشاف الحقيقة واجهت الأخوات الثلاثة بيكا، واستعدت وينفريد لإلقاء تعويذة على الفتاة. لحسن الحظ تمكنت بيكا من المراوغة واصطدمت بإزي التي كانت قد أخذت عدة أوعية من الملح من المتجر. تذكرت الفتاة أن في القصص يمكن إبطال تعاويذ الساحرات بالملح، وقررت اختبار ذلك. أخيرا وجدت الأخوات ساندرسون الصديقتين وألقت وينفريد تعويذة أخرى عليهما، لكن في اللحظة الأخيرة سكبت إزي الملح على الأرض، مما تسبب في ارتداد التعويذة ضد الساحرات. وبفضل هذه الحماية تمكنت الفتاتان من المغادرة، لكن وينفريد تجاهلتهما وادعت شقيقتيها للذهاب وراء كتاب التعاويذ. كان عليهن الإسراع، لأنه إن لم يفعلن شيئا لكسر اللعنة قبل الفجر سيعدن إلى العالم الآخر. ولهذا استخدمنا مكنسة كهربائية ومكنسة عادية وروبوتي تنظيف كوسائل نقل وطرن عبر سماء سالم. في هذه الأثناء عادت بيكا وإزي إلى المتجر السحري وواجهتا جيلبرت بشأن الشمعة التي أهداها لهما. اعترف بأنه خدعهما لأنه من كبار معجبي الأخوات ساندرسون وأراد إعادتهن إلى الحياة. اعتبرت الفتاتان هذا جنونا، لكن فجأة بدأ كتاب التعاويذ بالتحرك وظهر عين بشرية على الغلاف. فتح جيلبرت الكتاب فانطلق ضوء قوي اخترق السماء مشيرا إلى موقع الكتاب للساحرات. وبعد ثوان وجدت الأخوات ساندرسون المتجر السحري الذي كان في نفس المكان الذي عاشنا فيه قبل سنوات. وعند رؤية الكتاب استعادته وينفريد واستخدمت سحرها لفتح باب سري في الأرض يؤدي إلى زنزانة، ثم ألقت ببيكا وإزي داخلها وأزالت السلم لمنعهما من الخروج وإفساد خططها. حاول جيلبرت التدخل قائلا إن الساحرات لا يحتاجن لفعل ذلك بالفتاتين، وشرح أنه هو من أعادهن إلى الحياة. كما كشف أنه قبل 29 عاما في ليلة الهالوين كان عائدا إلى المنزل عندما أخذ بعض الأولاد من الحي حلوى العيد الخاصة به. شعر جيلبرت بالانزعاج، لكنه رأى الساحرات الثلاثة في السماء وتبعهن إلى المقبرة. وصل في الوقت المناسب ليراهن وهن يختفين عند الفجر، لكن الفتى انبهر بالساحرات وبحث في تاريخهن بالكامل، وأخيرا وجد كتاب التعاويذ واحتفظ به آمنا طوال هذه السنوات، مؤسسا متجره داخل المنزل السابق للأخوات ساندرسون. وعلى الرغم من كل جهوده لكن لم يكترث الساحرات وحاولنا التفكير في طريقة للبقاء على قيد الحياة. فجأة رأت ماري إحدى منشورات العمدة تراكسي على الطاولة، فاكتشفت الأخوات الثلاث أنه من نسل القس السابق لسالم. رغبة في الانتقام منه قررت وينفريد إلقاء التعويذ المحرمة ماجيكي ماكسيما لتصبح ساحرة أكثر قوة، وبهذا ستتمكن من صنع الجرعة للعودة إلى الحياة والانتقام من تراك وتدمير سالم بأكملها. بدأت تبحث في الكتاب، لكن المفاجأة أنه رفض أن يفتح لأنه يعلم أن هذه التعويذة محرمة. ومع ذلك استخدمت وينفريد سحرها لفتحه، ورأت تعويذة ماجيكي ماكسيما التي تتطلب عدة مكونات لتنفيذها. وبما أن الوقت ضيق أخذت وينفريد ساعة الرمل القديمة وألقت لعنة على جيلبرت، ومنذ تلك اللحظة عليه أن يجد المكونات قبل أن تسقط آخر حبة رمل، وإلا ستسلب روحه. وبلا خيارات أخرى أخذ جيلبرت قائمة المواد من ماري وانطلق للبحث عنها، بينما ذهبت الساحرات للبحث عن العمدة تراك. وبعد أن سمعت بيكا وإزي كل شيء حاولتا إجراء مكالمة فيديو مع كاسي لتحذيرها من أن والدها في خطر. في تلك اللحظة كانت كاسي تقيم حفلة هالوين دون إذن والدها، وتلقت اتصال من صديقتيها، لكن عندما حاولت الرد أصبحت الشاشة مظلمة تماما. بدأ أن تعويذة الساحرة تسببت في تشويش، فلم تتمكن بيكا من التحدث مع كاسي. تذكرت إزي أوراق الأنجليكا التي أخذتها والتي يمكنها كسر اللعنات، واقترحت إشعالها لمعرفة ما إذا كان بإمكانهما الخروج من الزنزانة. وافقت بيكا فأشعلتا الأوراق، مما أدى إلى كسر التعويذة وظهور السلم من جديد، ثم هربتا من الزنزانة. في الوقت نفسه واصل جيلبرت بحثه عن المكونات، وكان أولها رأس عاشق ساحرة. ذهب إلى قبر بيلي بوتشرسون صديق وينفريد السابق الذي تمت إزالته بعد أن خانها مع شقيقتها سارة. وما إن بدأ الحفر حتى فوجئ ببيلي ينهض من الأرض، وعلى الرغم من كونه زومبي أخبر جيلبرت أنه لن يهاجمه، وأنه يريد فقط التحرر من لعنة الساحرة والعثور على الراحة الأبدية. كشف بيلي أنه أزيل ظلما، إذ لم يكن يوما صديق وينفريد، لكنها لم تحتمل حقيقة أنه كان يحب سارة. وعلى الرغم من شكوكه تجاه الزومبي طلب جيلبرت مساعدته في العثور على المكونات وإلقاء تعويذة لهزيمة الساحرات نهائيا. وفي المتجر أسرعت بيكا للاتصال بالسيد تراك الذي كان ينتظر في صف إحدى فعاليات المهرجان. كانت بيكا تعلم أنه لن يصدق قصة الساحرات، لذلك أخبرته أن كاسي أقامت حفلة دون إذنه. ذلك أسرع العمدة عائدا إلى منزله، ونجا بصعوبة من الساحرات اللواتي وصلنا للتو إلى المهرجان. وبعد حل هذه المشكلة بدأت بيكا بالبحث عن كتاب التعاويذ، ووجدته بمساعدة كويب قط جيلبرت الأليف. أخذت الكتاب من أحد الرفوف، لكنه كان ملعونا من قبل الساحرات فتم سحبه مرة أخرى. وبما أنهن لم يستطعن استخدام الكتاب ذهبت بيكا وإيزي إلى منزل كاسي
مستقلتين حافلة جيلبرت للوصول بسرعة أكبر. في هذه الأثناء واصلت الأخوات البحث عن العمدة، حتى ظن أحد العاملين في المهرجان أنهن مجرد لاعبات تنكرية كوسبلاي. قال إن المسابقة ستبدأ قريبا وأخذهن إلى المسرح، حيث سيقرر الحكام أفضل زي ساحرة في سالم. اعتقدت الأخوات أن الفوز مضمون لأنهن الساحرات ساندرسون الحقيقيات، ومع ذلك اختار الحكام ثلاثيا آخر، مما أثار غضب وينفريد، فأخذت الجائزة بالقوة، كما حذرت الجميع بأنها تبحث عن العمدة، وسواء أحبوا ذلك أم لا فعليهم مساعدتها في العثور عليه. كان الجميع في حالة ارتباك، لكن الساحرات ألقين تعويذة وأمرنا الفرقة الموسيقية على المسرح بالعزف. ثم بدأت الأخوات الثلاث بالغناء والرقص، ومعهن كل من في المكان، إذ كانوا تحت تأثير سحرهن. ومع سيطرة وينفريد على الجميع، أمرت الحشد بالبحث عن العمدة في جميع أنحاء المدينة. في مكان بعيد وصلت إيزي وبيكا إلى منزل كاسي التي كانت غاضبة لأن بيكا أخبرت والدها أنها أقامت حفلة في المنزل. وفي الوقت نفسه واصل الحشد البحث عن العمدة، لكن الساحرات سئمن الانتظار، فقررنا البحث عن شخص أسرع. وبالصدفة وجدنا صديق كاسي الذي كان قد غادر منزلها للتو. وعندما رأينا الفتى بزي كرة القدم، ألقيني تعويذة على مايك، فانطلق مسرعا نحو منزل صديقته. وبعد دقائق وصل إلى الحي الذي تعيش فيه. وعندما رأت كاسي الفتى مع الساحرات، طلبت بيكا منها ومن إيزي الاختباء داخل المنزل. ومع ذلك رأت الساحرات الفتيات واقتحمن المنزل بحثا عن العمدة. وفي تلك الأثناء كان السيد تراك يعود إلى المهرجان ليأخذ وجبة خفيفة، فرأى حشدا يتجه نحوه. ظن أنه عرض موسيقي فانضم إليهم، لكن بمجرد أن وجدوه انكسرت تعويذة الساحرات. شعر العمدة بالارتباك، لكن الأمور ازدادت سوءا عندما عاد إلى الصف ووجد كشك الطعام مغلقا. في منزل العمدة اختبأت بيكا وكاسي وزي في المرآب، ووصلت الساحرات بعد لحظات. رأين بيكا مختبئة خلف المكتبة، فحاولت الفتاة عقد صفقة قائلة إنها تستطيع مساعدتهن في تنفيذ التعويذة القوية، وأوضحت أنها سمعت المحادثة عن المكونات وأن لديها واحدا منها في يدها، عصير أوريليا. عرضت بيكا زجاجة تحتوي على بضع قطرات من العصير، ووعدت بإعطائه لهن إذا تركنها هي وصديقاتها يهربن. أمرت الساحرات بتسليم الزجاجة، لكن الفتاة رفضت وسألت لماذا تريد الأخوات ساندرسون مهاجمة سالم؟ أجابت وينفريد أن القس حاول في الماضي فصلها عن شقيقاتها، والآن تنوي الانتقام من نسله. بعد أن شرحت كل شيء، حاولت الأخوات أخذ الزجاجة بالقوة، لكن إيزي وكاسي خرجتا من الخزانة وبدأتا برش الملح حول الساحرات. وبفضل ذلك تم حجب تعويذة وينفريد، واحتجزت الساحرات داخل مجال قوة. في مكان آخر من المدينة واصل جيلبرت البحث عن المكونات بمساعدة بيلي، وبما أن الجميع متنكرون في الهالوين لم يلاحظ أحد أنه زومبي، فجمع الاثنان المكونات الموجودة في القائمة. وبعد ذلك عادا إلى المتجر، وأدرك جيلبرت أن الرمل في ساعة الرمل قد تجاوز النصف. حاول كلبها، لكن سحر وينفريد كان قويا واستمر الرمل في السقوط. عندها رأى بيلي ساعة الرمل، وأدرك أن جيلبرت مرتبطا بعقد سحري مع الساحرات. ظن أن الرجل يحاول مساعدتهن وغادر، لكن جيلبرت ركض وراءه قائلا إنه يحتاج إلى رأسه لأنه أيضا أحد المكونات. رفض بيلي، لكن جيلبرت كان يائسا، فانتزع رأس الزومبي ليأخذه إلى الساحرات. في هذه الأثناء خرجت بيكا وصديقاتها من المرآب ووجدن مايك وقد تحرر من تعويذة الساحرات. ثم شرحت هي وإيزي كل ما حدث، وأن عليهن إبقاء الساحرات محتجزات حتى الفجر. ومع ذلك وصل العمدة تراك بسيارته، وكان على وشك دخول المرآب عندما رأى الأخوات الثلاثة واقفات أمامه. ظن السيد تراك أنهن ضيفات في الحفلة وذهب لتحيتهن، لكن كاسي أسرعت لإيقافه قبل أن يسمح لهن بالدخول. حاولت الفتاة التغطية على الأمر وقالت إنها سترافقهن إلى المخرج، بينما يدخل والدها ليستريح قليلا. وعلى الرغم من ارتباكه وافق. وبمجرد أن دخل المنزل عادت كاسي والبقية إلى الحافلة لمواصلة الانتظار حتى الفجر، لكن دون أن يلاحظ أحد. تبعت المكانس الكهربائية الروبوتية الخاصة بماري الفتيات، وبدأت بتنظيف دائرة الملح التي تحمي الساحرات. وبفضل ذلك تمكنت الأخوات ساندرسون من الهروب، وأسرن كاسي لتدفع ثمن جرائم أسلافها. حاولت بيكا إيقافهن، وفجأة بدأت يداها تصدران طاقة غامضة. لم تكن تعرف كيف فعلت ذلك، لكن لم يكن هناك وقت لإضاعته، فدعت إيزي للذهاب وراء صديقتها. توجهت الساحرات نحو الغابة المحرمة، لأنه وفقا لكتاب التعاويذ يجب تنفيذ السحر في بلاي بوك. قبل وصولهن ذهب جيلبرت إلى المكان وأخذ جميع المكونات التي جمعها، بما في ذلك رأس بيلي. وبعد ثوان وصلت الساحرات إلى الغابة وهن يحملن كاسي معهن، واستدعت وينفريد كتاب التعاويذ لاستحضار ماجيك ماكسيما. ومع ذلك كان هناك مكون مهم جدا ما زال مفقودا، دم عدو. ولهذا السبب قررت الساحرات التضحية بكاسي لإكمال الطقس. والآن بعدما أنهى جيلبرت مهمته أطلقنا سراحه من العقد وأرسلنا الرجل بعيدا. ثم جمعت الأخوات الثلاث جميع المكونات وبدأ في تلاوة التعويذة. وفي منتصف الطقس وصلت الصديقتان إلى الغابة،
ولاحظت إيزي أن يدي بيكا ما زالتا تتوهجان. اعتقدت أن صديقتها أيضا ساحرة ويمكنها استخدام سحرها ضد الأخوات ساندرسون. لم تكن بيكا تعرف كيف تتحكم في هذه القوة الجديدة، لكنها طلبت من إيزي إنقاذ كاسي بينما تتجه هي لمواجهة الساحرات. وعندما رأينا الفتاة شعرت الأخوات الثلاث بالسحر ينمو داخلها، وحاولت بيكا إطلاق تعويذة من يديها، لكنها لكونها ما زالت عديمة الخبرة لم تحدث قوتها أي ضرر، واستعدت الساحرات للقضاء عليها. لحسن الحظ أنقذت كاسي وإيزي صديقتهما عبر رمي الصخور والفاكهة على الثلاث المجنونات. حاولت سارة حماية وينفريد، ولأول مرة تمكنت من إطلاق شعاع قوي من أصابعها. فعلت ماري الشيء نفسه، مما يدل على أن ماجيكي ماكسيما تعمل وأنهن أصبحن أقوى. بدأت الاثنتان بإلقاء التعويذات في كل مكان، مما أغضب وينفريد، فأمرت شقيقتيها بالانضباط وإلا سيسحرن أيضا. شعرت الشقيقتان بالأذى من هذا الموقف وغادرتا، بينما بقيت وينفريد وبدأت بإطلاق التعويذات على بيكا. وعلى الرغم من إصابتها حاولت الفتاة إقناع الساحرة بالتخلي عن خطتها، إذ لا يزال هناك فرصة لتكفيرها عن أخطائها. لكن الساحرة لم تكترث واستمرت في الهجوم. فقالت بيكا إنه قبل مغادرتها المتجر تمكنت من التحدث مع كتاب التعاويذ، ولإثبات ذلك مدت يدها وفجأة طار الكتاب نحوها. بعد ذلك اجتمعت بيكا مع كاسي وإيزي وطلبت الثلاثة من الكتاب طريقة لمواجهة وينفريد. فتح الكتاب على صفحة ماجيكي ماكسيما وعرض تحذيرا يقول إنه لكي يعمل السحر يجب تقسيم القوة والتضحية بما يحبونه أكثر. وبعد ثوان عادت الساحرات الثلاث لمهاجمة الفتيات، لكن بيكا تمكنت من استحضار مجال القوة، ومع ذلك كان المجال على وشك الانهيار. لكن إيزي طلب من الصديقات الثلاث أن يمسكن بأيدي بعضهن، لأنه بمشاركة القوة سيصبحن أقوى. نجحت الخطة وصمد المجال، لكن الساحرات لم يكترثن وعادوا لإكمال التعويذة. وبمجرد انتهاء الطقس اخترق شعاع قوي السماء، ثم انطفأت شمعة اللهب الأسود. هذه المرة لم تختفي الساحرات، مما يدل على أن التعويذة نجحت وأنهن عدن إلى الحياة أقوى من أي وقت مضى. احتفلت الأخوات ساندرسون بهذا النصر، لكن بيكا ظهرت مجددا وقالت إن عليهن إبطال التعويذة في أسرع وقت. رفضت وينفريد، لكن الفتاة حذرت من أن للتعويذة ثمنا، فهي تسلب ما تحبه الساحرة أكثر. وفي تلك اللحظة بدأت أجساد سارة وماري بالاختفاء، وعندما أدركت وينفريد خطأها حاولت إبطال السحر، لكن الأوان كان قد فات. وبدون شقيقتيها شعرت الساحرة بالندم لأول مرة، وتوسلت إلى كتاب التعاويذ أن يلغي السحر. فتح الكتاب على صفحة جديدة وسمح لبيكا وصديقاتها بتلاوة تعويذة أخرى، ومع ذلك لم تكن التعويذة لإعادة ماري وسارة بل لإرسال وينفريد لتنضم إليهما. وعلى الرغم من ذلك كانت الساحرة سعيدة بالاجتماع معهما، واكتفت بالابتسام بينما بدأ جسدها يتلاشى، وأرسلت لتلتقي بماري وسارة في مكان ما في العالم الآخر. اختفت الأخوات ساندرسون، وبعد وقت قصير ظهر جيلبرت ومعه جسد بيلي بلا رأس. وبعد ذلك أعاد الرأس إلى جسد الزومبي الذي تحرر أخيرا من لعنة الساحرة، وتمكن من الرحيل نحو راحته الأبدية المنتظرة. ومع حل كل شيء اعتذر جيلبرت عما فعله، ووعد الفتيات بتقديم خصومات لهن على جميع بضائع المتجر. وأخيرا أصبحت بيكا وكاسي وإيزي صديقات من جديد، وغادرن معا إلى المنزل، وهن يخططن لاتباع تقليد ترودي وإقامة ماراثون الأفلام قبل الهالوين. ومع ذلك في المتجر السحري وجد كويب القط صندوقا على الرف يحتوي على شمعة لهب أسود ثانية، وبفضل ذلك هناك احتمال أن تعود الأخوات ساندرسون مرة أخرى لترويع مدينة سالم.